السلام عليكم. مفيش فريق بطل الا بحارس بطل. الدقيقه 66 والنتيجه 3-2. يعني لو كان الخطا بتاع الجول الاول والثالث، يعني لو احنا مش عايزين، يعني مش عارف اقول ايه والله. يعني لو الشناوي مركز شويه مش كانت النتيجه على الاقل زماننا متعادلين. اذا ما كناش كسبانين على الاقل مش كنا بقينا متعادلين. تاني حاجه، في ظلم في المركز ده. كل المراكز فيها تدوير وفيها روتيشن الا المركز ده. هو في حالته مش في حالته وبرضه مستمر وبيلعب. الجون التالت غريب قوي. يعني الجون الاولاني انا برضو قول مش شايفها، انما الجون التالت غريب قوي. فهنفضل كده لامتى؟ تاني حاجه برضو في لعيبه بره تركيزها خالص. ومستر كولر برضو نفس الطريقه. انا ما شفتش حد بيلعب كل الماتشات بنفس المنظر ده. يعني انا اللي شاف ماتش 5 بتاع لاسارتي هو يمكن نفس السيناريو، ما عدا فروق حاجات بسيطه. يوميها كانش في لعيب ولا لعيب في حالته. لا، انت النهارده في كام لعيبه اهو بينقلوا كام كوره. اولهم يعني يعتبر بيرسي تاو. ديانج مش موجود، ديانج مش معانا، ديانج خلاص مبقاش معانا. ديانج معانا بس ايه كاسم، اهو بياخد انذار اهو. لا، ديانج مش معانا، ديانج خلاص بقى مش موجود. تاني حاجه مستر كولر، انت كل الماتشات بتلعبها بنفس الطريقه ازاي؟ مش ده الماتش بتاعك فيه ملعب؟ سان داونز نفسه قسم المباراه اهو. يعني سان داونز بيلعب على ارضه وسط جمهوره، لعب الشوط الاول جاب 3 جوان وقفل على كده. فانت كل ماتشات بتلعبها بنفس الاسطمبه، ايه ده؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ انت ما بتلعبش ماتش في الدوري. دي مش دي فرقه اللي تلعبها جيم مفتوح وهتحط فيها جون واثنين وثلاثه وهتستسلم لك اهو. يعني دلوقتي، يعني من امتى احنا بنتفرج على النادي الاهلي وخايفين نشيل نتيجه؟ من امتى انا قاعد بتفرج وخايف اقول يا رب؟ لما لقيتها 3-1 قلت يا رب خلاص على كده حلو، نطلع من افريقيا نطلع مش مشكله بس ما يبقاش سكور. من امتى احنا بنتفرج على النادي الاهلي وخايفين نشيل نتيجه؟ ده احنا كنا بنتفرج على ماتش الاهلي وريال مدريد مش خايفين من النتيجه، مش خايفين من سكور. ازاي يعني؟ او كده احنا برضو يعني انت حطيت مصيرك في ناس تانية. بس هو يعني نخلينا عقلانيين، كلنا عارفين ان النهارده 90% المتفائل منا عارف الماتش ده هيخلص تعادل. يعني اي اكثر متفائلين يقول لك الماتش ده هيخلص تعادل. حته فوز دي كلنا كنا مستبعدينها، بس كده هو ايه؟ مش عايزين نتشائم، اللي هو قدم الخير او تفائل. تمام. فاللي هو اكثر متفائلين فينا ما كنتش متوقع فوز، بس على الاقل العب التعادل. يعني حتى بدافع دخل فيها جول العب لحد ما اجيب التعادل 1-1 وخلاص على كده. انما جيم مفتوح زي ما انا شايف، ودلوقتي هو ربنا يكرم يجي التالت، بس في لعيبه كتير مش في حالتها. في لعيبه كتير مش في حالتها. فمن امتى انا ببقى بتفرج على النادي الاهلي ولا انا خايف اشيل سكور؟ كده انت مصيرك بقى ان لازم صن داونز يكسب الهلال في السودان. هو دلوقتي في ايده يطلع المرشح الاول بره القصه خالص. هو لو بعت الاحتياطي يلعبوا ماتش الهلال السوداني هو ما حدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه. تمام. ورغم ان في شك الجون الثاني اوف سايد، بس ما فيش فار، استحمل بقى. استحمل. ياسر والشناوي بيتخانقوا مع بعض ومش ظابطين خط الاوفسايد سوا، هو ومحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم برضه في كام كوره عملها غريبه. الشناوي يركز خلاص ان ياسر هو اللي هيشيل الكوره وواقف على كده. فبصراحه يعني حتى احنا لو كنا عدينا مرحله المجموعات مش المنظر ده اللي هيوصلنا نهائي او ناخد البطوله. الواحد يعني بنتكلم بعقل شويه، ما نتكلمش بقى بانتمائنا والكلام ده. لا، الواحد بيتكلم كلمتين عقل. المنظر ده مش ده اللي يوصلك نهائي وتاخد بطوله بصراحه. يعني الفريق فيه لعيبه كتير مش في حالتها. ما تعرفش بقى جه كاس العالم انديه الواحد شكله بعد كده هيكره المشاركه فيه لان بيضيع علينا الموسم كله. والله الواحد دلوقتي المشاركه كاس العالم ده بترجع خلاص مفيش. وده كشف حقيقه اللعيب المصري بالنسبه للعيب الاوروبي. يعني انت لعبت ماتش واحد تقيل قدام ريال مدريد طلعت باورك فيه، خلاص الموسم بالنسبه لك خلص. اما اللعيبه دي اللي كل ماتشاتها دربيات وماتشات قويه ونهائيات يعملوا ايه؟ انت لعبت ماتش واحد قدام ريال مدريد، لياقتك وباورك بتاع الموسم كله خرج في المباراه دي، خلاص على كده شكرا. من يوميها ما شفناش كوره. حتى ماتش فلامينجو احنا لو بنص مستوانا كنا كسبناه مش مرتاح بسبب برضه اخطاء فرديه. الحمد لله. عموما نشوف الماتش هينتهي على ايه وبعدين نكمل. الجول الرابع وكده خلاص الماتش خلص. هو نفس سيناريو ماتش لاسارتي، نفس سيناريو ماتش لاسارتي بتاع الخمسه. وربنا يستر بس الماتش يخلص على كده. على التاني كان 5-0، الحمد لله المره دي جايبين جونين. فرجاله بس معلش نورس نجيب التالت يبقى 4-3 يبقى شكلها حلو. ده اذا خلصت على 4-3. لا 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 لا، هي كده الفرقه فعلا محتاجه في لعيبه كتير
الحمد لله متشكرين على قوي على حد كده. لازم يعني شبه كده خلاص 90% خرجنا من افريقيا. لا خلاص بقى انت كده 5 6 شهور ما عندكش لا سفر ولا افريقيا ولا الكلام ده. تقعد بقى ايه تشوف مين اللي ينفع يكمل، ومين بقى اللي يتكل على الله يشوف له فرقة تانية يروح يلعب فيها.